السلام عليكم المشاهدين. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. هذا النهار ان شاء الله بغيت نقدم لكم هذه الحلوه هذه اللي كيبغيو يديروا الحلوه في دارهم كما كتشوفوا على هذا الشكل، يديروها لوليداتهم ولا يديروها للضياف، ولا المهم كتجي على هذا الشكل رائعه. كنخدموها بالجينواز والكريمه وكنزينوها على هذا الشكل كما كتشوفوا. خليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير. ها انتم المشاهدين، نقدم لكم المقادير ديال الجينواز ديالنا. كنحتاجو هنا 4 البيضات كما كتشوفوها هما، وكنحتاج كاس ديال الدقيق وكاس ديال سنيده حبيبات، وعندي واحد الفانيليا، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وعندي هنا قبصه ملح. المهم هادشي اللي كنحتاج في هاد الجينواز هادي. دابا خليكم معايا. بسم الله. غادي ندير البيض هو الاول وندير معاه سنيده وندير معاه هاد الفانيليا، هانتوما المشاهدين. دابا غنسمو بالفانيليا كما كتشوفوا. دابا بسم الله غادي نبدا نخدم. كنبداو نخدمو حتى كيولي لينا الخليط ابيض كما كتشوفوا، كيولي بيض. هانتوما المشاهدين، هانتوما القوام ديالو كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف الدقيق، ندير واحد الخميره د الحلوى ونغربلها مع الدقيق ديالنا. المهم هنايا يلا غادي تكون نيت معلقه صغيره. كنبدا نخلط على هذا الشكل من الاسفل للاعلى كما كتشوفوا هكا. المهم حتى كتخلط لينا هاد العناصر مزيان. صافي. ومن بعد كندهنوا لاطا، كنديروا بابي كويسون وكندهنوها شويه بالزيت، ونديروا شويه ديال الدقيق باش الجينواز ديالنا ما كتلصق ليناش. كنستمر هكا حتى كتنسجم ليا هاد العناصر. الدقيق ما كيبداش يبان هكا. هانتوما كيف ما كتشوفوا نخلطوا مزيان هكا كيجي القوام ديال الخليط ديالنا على هذا الشكل. المشاهدين، بعد ما دهنت بابي كويسو ديالنا على هذا الشكل بالزيت ودرت شويه ديال الدقيق، دابا غادي نخويو هذا الخليط ديالنا على هذا الشكل كما كتشوفوا، ومن بعد كنمشيوها. وكنشعلوا المعافيه على في الفران باش كيسخن لينا الفران ديالنا، وكنقصوا ليه البوطه. هانتوما دابا كنمشيو على هذا الشكل. هانتوما المشاهدين، بعد ما درتها في اللاطا كنخبيها واحد شويه على هذا الشكل هكا باش كيخرجوا منها دوك الفقاعات وكتصدق لنا الجينواز كما كتشوفوا. دابا غادي نديرها في الفران، نديرها غير في الفران ديال البوطه ديال الغاز. غنديرها من الفوق ونولي نديرها عاوتاني من التحت تحمر لينا شويه ونخرجوها. هانتوما المشاهدين، دابا غنحضروا كريم الشونتيي اللي عندي هنايا. درت الكريمه في الثلاجه على هذا الشكل، درتها في الفريغو باش كتبرد لينا وكتصدق لينا الكريمه. والحليب كذلك حتى كيولي فيه الثلج بحال هكا كما كتشوفوا، كيكون بارد باش ديك الكريمه كتطلع لينا وكتصدق دغيا. دابا غادي ندير كاس ونص ديال الحليب كما شفتوا.
وغادي نضيف عليها الكريمه الشونتيي. هانتوما المشاهدين، ها هي الكريمه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها في الثلاجه باش كتزيد تشد راسها. هانتوما كما كتشوفوا ها هي كي جات. دابا غادي نديرها في الثلاجه غير لتحت ماشي في الفريغو الفوق باش كتزيد تبرد وكتزيد تشد راسها عاد. هانتوما المشاهدين، دابا غادي ندوز نقدم معكم الكريمه ديال الحامض اللي فايته سبقت ليه وحضرتها معكم. المهم انا غادي نعاودها دابا. عندي هنا صفر بيضه كما كتشوفوا، وعندي كاس الحليب هو، و3 المعالق سنيده، ومعلقه النشا، وربع كاس ديال عصير الحامض، وعندي النكهه ديال الحامض. المهم غادي ندير الحليب كما كتشوفوا. المهم الحليب غادي نديرو مع البيض على هذا الشكل. كنضيف العناصر كامله. درت معلقه النشا، وعندي هنا سنيده، جوج، هاد 3 كما كتشوفوا. المهم دابا غادي نخلط هاد العناصر وغادي نديرهم فوق النار على البوطه، ونبدا كنحرك، ما نحبسش من التحراك حتى كتعقد ليا هاد الكريمه. كتقرب تعقد وكنضيف عليها عصير الحامض مع التحراك، وكنضيف نص الحامضه، 4 كاس عفوا. كنستمر في التحراك على هذا الشكل. كنبداو كنستمروا وكنضيف شويه ديال نكهه الحامض كما كتشوفوا. انا ضفت النكهه ديال الحامض، زيدنا في اللون والنكهه. هانتوما المشاهدين، هي الكريمه ديالنا وجدات. كنديروها في شي اناء يكون بارد شويه باش كتبرد لينا الكريمه ديالنا، وكنغطيوها بالسلوفان باش ما كتكون ليناش ديك الفقاعات. هانتوما المشاهدين كما كتشوفوا، ها هي الجينوس ديالنا كتجي على هذا الشكل. هانتوما فاش كندهنوا هاد البطاطس ديالنا ما كتلصق ليناش الجينواز. هانتوما كنحيدوها غير بلاتي. هانتوما كما كتشوفوا، ها هي الجينواز كتجي على هذا الشكل. انا غادي نقلبها لكم وتشوفوها المشاهدين. الجينواز ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. هانتوما كتجي رائعه. المهم دابا يمكننا نخدموا بها مشاهدين. بعد ما دهنت، المهم سقيت هاد الجينواز ديالنا الطبقه الاولى. هنا عندي عصير السيرو ديال الماء والسكر سنيده، ودرت له النكهه ديال الحامض كما كتشوفوا. سقيت الطبقه الاولى ودرت لها الكريمه، ودابا هذه الطبقه الثانيه كما كتشوفوا حتى هي كنسقيها على هذا الشكل هكا، وكندير فوقها الكريمه هكا على هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا كندير الكريمه ديالنا وكنمشيها حتى كنقادها على هذا الشكل.
هانتوما المشاهدين الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. نفرحوا الوليدات ونديروا لهم المهم حليوه في الدار على هذا الشكل كما كتشوفوا. هانتوما كتجي رائعه. بعد ما كنزينها بالكريمه كما كتشوفوا، كنزينها بالشوكولاط فيرميسي صافي، ونوليو نعطيوها لوليداتنا ونقدموها للضياف. المهم هذه هي الحلوه ديالنا ديال هذا النهار، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. والى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله.